صلوا على مظهر الإحسان، صلى عليه العالي ربي. صلوا على مظهر الإحسان، صلى عليه العالي ربي. ما سارت الركب يا إخوان للمصطفى طاهر القلب بالله يا. أنا بالنسبة لي كانت هي البيئة التي نشأت فيها. فوالدنا رحمة الله عليه سيدنا الحسين كان رجلا موحدا ورجلا محبا لله ولرسوله، وكرس حياته كلها في سبيل نشر العلم والمعرفة ونشر الدعوة بحكمة وعظة ويقين وصبر وجلد. وكان لهذا الرجل دور كبير في بيتنا كأسرة، فكانت المدائح النبوية هي سائدة بين الأسرة كلها، وكان حب القرآن وحب السنة النبوية والتعلق بسيرته النبوية كان لها أثر كبير. وكانت هناك دروس تلقى في البيت وكان يقيمها الوالد، يأتون فيها شيوخ أجلاء وأساتذة عظماء وموظفون كبار في الدولة كانوا يحضرون الدرس، وهذا الدرس كان فيه تفسير للقرآن الكريم، وكان فيه توحيد لله عز وجل بوحدانيته وربوبيته. وكانت هناك أيضا أحاديث نبوية بالسنة النبوية، وتعليم للغة العربية. وفي هذه البيئة كان هناك أناس كثر عندما يسمعون ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة نفوسهم تتأثر، فتجد من يبكي وتجد من يتأثر وتجد من يرفع صوته بالصلاة على النبي قائلا صلى الله عليه وسلم: جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. وهذه البيئة التي نشأنا فيها، وبالتالي كانت محبة النبي عليه الصلاة والسلام سائدة في تلك المنطقة. وهناك شيوخ ودعاة أجلاء، منهم أستاذنا الجليل الشيخ عبد الله أزوز طيب الله ثراه في المعهد، كان مديرا للمعهد، يقيم حلقات بعد صلاة العصر فيها ذكر وفيها محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. كل يوم قبل صلاة المغرب ب20 دقيقة يأتي إلى المسجد في الجهة الشرقية ويجلس هناك، ويأتون إليها أطفالا ورجالا كبارا فيوحدون الله أذكار المساء. ودائما كان تعظيمه للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثير، وصوته جميل، كان يقولها بصوت هادئ وجميل، وتحس كأنه هو في غاية من السعادة عندما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هي الحقيقة. وكان أيضا من أولئك الأجلاء أستاذنا الجليل الشيخ حامد عبد الهادي بشير طيب الله ثراه، كان له دور كبير أيضا، كان يقيم لنا درسا بعد صلاة المغرب في المسجد الكبير، وكان يتحدث عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يكتب أشعارا بخط يده ويوزعها إلينا كل 3 قصائد، 3 أبيات من قصيدة نحفظها اليوم هذا، ونأتي اليوم الثاني فيستمع فيها إلينا ويصحح أخطاءنا. وكانت من ضمن المدائح، كان أنا أول مرة سمعتها قصيدة: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وسناء. أول مرة سمعتها من أستاذ الجليل طيب الله ثراه الشيخ حامد عبد الهادي بشير. وكثيرون أيضا، كان الأستاذ حامد محمود همد كذلك كان له تأثير كبير في الفصول الدراسية، وكان يدرسنا مادة اسمها الأخلاق، أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما يسرد إلينا هذه السيرة كان يتأثر تأثيرا كبيرا، وكنا نقلده وإحنا صغار. وهذه كلها أشياء أثرت. ولكن من المآثر اللي أذكرها
كان هناك درس يقام بعد صلاة العصر للوالد عليه رحمة الله. هذا الدرس كان فيه يعني تعليم الفقه على مذهب الإمام مالك يوم السبت والأحد والاثنين، أما يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فكانت مخصصة يوم الثلاثاء للتوحيد، ويوم الأربعاء عن السيرة النبوية. فكان يتأثى كثير من الناس عندما يسمعون سيرته. فأذكر أن هناك كان من ضمن الحضور الذين يحضرون بشكل دائم هذا الدرس، أذكر أن ذات يوم الوالد تحدث عن سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وما عاناه خلال الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وما لقاه من أضرار وإصابة في رباعيته في الطائف. وجاءه الملك فقال له ملك الجبال، فقال له معه سيدنا جبريل عليه السلام، فقال لو أردت يا محمد لأطبقن عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذه الكلمة أثرت على هذا الرجل، وكان أذكر اسمه محمد إبراهيم عثمان طلوق، وهو رجل كان برلماني ورجل وطني صدوق، أسأل الله أن يتقبله، ورجل ورع وتقي ورجل صالح. بكى بكاء شديدا، كأنك تقول هذا الرجل يعني كأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامه. وهذه من الشواهد اللي أثرت علي، فقلت سبحان الله، إذا كان هذا الرجل من بيننا لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام بل سمع بهذا الحديث فهو بكى وتأثر بهذه الطريقة، فكيف كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عاصروه وعاشوا مع المصطفى عليه الصلاة والسلام وشاهدوا شمائله وخلقه النبيل وخلقه الجميل الذي امتدحه به ربنا تبارك وتعالى قائلا له وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه من الأشياء اللي أثرت فيها تأثير كبير. فقعدت مع نفسي وقلت سبحان الله، أسأل الله أن يجعلني من محب النبي عليه الصلاة والسلام، والحمد لله نسأل الله أن يجعلنا وأبناءنا ذرياتنا وأهلينا جميعا والمسلمين جميعا أن نتأسى بمحبة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي تركنا على المحجة البيضاء، فمحبته نور وضياء والصلاة عليه رحمة وبركة. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام نور وضياء ورحمة، فقد بعث رحمة للعالمين جميعا. وأذكر من الشعراء الذين كانوا يشعرون يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام بالتقرة بلهجتنا، كان الشيخ بخيت حامد نافع أو نافع عتاي. هذا الرجل كان يأتي من منصورة، ورجل كان سبحان الله واعظا ببساطة، حتى أنه كان يعني يقول أشعارا بالتقرة لا أستطيع الآن أن أتذكرها بحكم يعني طيلة الفترة. وكان يعظ الناس عن الصلاة وكان يأمرهم بالصلاة. ومن الأشياء الطريفة والجميلة أذكر أن ذات يوم وقف في المسجد وهو يمشي قال يا إخوان من منكم حروية اللي تبقى فتة؟ فأحد الناس قال لها أعوذ بالله أعوذ بالله، فقالوا الذي لا يصلي هو كالحروية. وهذه من الأشياء اللي أذكرها، وكانت يعني أشياء جميلة ومتعلقة بالذاكرة رغم أن السنين طالت. ولكن أسأل الله عز وجل، المسلمون عدول في كل مكان، ومسلمو إريتريا لهم خصوصيتهم الخاصة، فإيمانهم إيمان يقيني بالفطرة، وظنهم بالله ظن جميل، حتى تجد أن الراعي الذي هو في أقصى بادية عندما يأتي المساء يجلس في مكان مرتفع ويقول أذكار المساء ويوحد الله بصوت جهور وبصوت جميل يشنف آذانك،
يذكرون الله ويوحدونه ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام هي محبة موروثة سائدة بين المجتمع الإريتري المسلم. أسأل الله عز وجل أن يعيد المسلمون إلى سيرتهم الأولى، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهدي بنا، ونسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم، وبارك الله فيكم. صالحين ونلقى للعالي مرجعين.